اهلا وسهلا الولاد، معكم محمد عزيز السويسي قناة سويسي عزيز. اليوم فيديو اخر، فيديو جديد من تاريخ نادي ريال مدريد. الحصة الثلاثية التاريخية بالطبع. كما نعرفوا في اليوم مباراة الإياب في الشامبيونز ليج الأوروبية. نعرفوا الأشياء اللي محبيها لنا لامين يامال في الكامب نو او مونجويك. بارك الله عليه، حفظت اسم بتاع برشا جديد. التصوير 1-0 أرجنتين. بالطبع فيني سطح الكرة كما جات، الجارديان لمسها خلى الجولير قالوا صوب سجل. طبعا كل الريال وصل 50 نقطة في البطولة، غير مستحق صراحة. الريال غريم وقت التقليدي اللي فاز عليه في الكلاسيكو ضمن التحكيم كالعادة يكون عبسي. كما معلومة، إذا لم يتم احتساب هدف كالفخال العام الماضي في الشامبيونز ليج في النهائي بسبب لمسة اليد، فسيتم سحب الشامبيونز ليج وإهدائه للخارج من ربع النهائي بارسا، بسبب انه ديمبيلي متعاطي منشطات في المباراة. والدوري ستعاد مباراة الكلاسيكو، انه بيلينغهام ايضا متعاطي من المنشطات وشاركوا به في المباراة الاولى في اليورو، في المباراة الأولى في اليورو شاركوا به متعاطي من النشاطات بعد تغير لون بشرته حسب ما يقولون. كأس إسبانيا سيهدى للبارسا بسبب أنه نيكو وإنياكي ويليامز كانوا الأخوين ويليامز كانوا متعاطين أيضا هما زاد المنشطات. مننساوش زاد كاس السوبر الإسباني باش تهدى البارسا كيف بسبب إنه فيني متعاطي شوية حبوب. في الاخر يقوم عبسي يقول لك احنا شيعنا في الموسم اللي فات وده وطلع قولهم الكرافات. انا بختم الكرافات 18 ديسمبر 2022 لما ميسي هز كاس العالم في الموسيقى. الباقي شيء التصويبة ممتاز الهدف صراحة هدف عالمي الهدف صراحة يستحق انه يتحسب له اسيست كامافينجا لمهد الكرة. فيني جونيور للمقدم
شيء في ماتش هذا طبعا يحضر فينيسيوس انه يقدم مباراة سيئة جدا جدا امام نادي امام برشلونة، ويكون انه يقدم مباراة ممتازة في الدوري، ما ينجمش يقدم في الشامبيونز ليج. وقال لك نحن حاسمين التأهل من ذهاب البارس باش يوكلونا، حتى لو كان يوكلونا في ثلاثية نحن نسجل هدف نتأهل، ونسجل 4 نتأهل نسجل هدفين. ونهاية المباراة بالطبع الريال يحمل مباراة الكلاسيكو. بارسا زاد حمت تحمية مليحة وسجلت 5 أهداف. لا ولوني بارسا مين المركز الثالث علينا العام الجاي في الشامبيونز ليج ان شاء الله. طبعا ربع النهائي اهلا وسهلا بكم هنا في الربع النهائي المرعب المثير في المونجويك، حيث يقال ويدعى انه لامين يامال مجهز روحه مليح، جابك المصاصة ومحضرين حاجة كبيرة للطرح. فورد داني اولد بالدي شتيجين لامين يامال مالوش مثال. برنال أليخاندرو بالدي جود بيرينغهام فينيسيوس جونيور مورتيز ثقب برلين مارك أندري تير شتيجين ورونالد أراوخو يخلي الكرة تخرج. بيرنال إلى بيدري المسجل الهدف اليتيم في المباراة الماضية البارسا أمام الريال. الفريقين أتيان من انتصار في الليغا، البارسا انتصار مرعب 5-0، والريال بانتصار صعب 4-0 فضل البطاقة الحمراء، وإلا ما يبقاش. فيني جونيور اتاسيون جول 1-0. فيني جونيور قال يحمل الباس، وهذا ما نراه الآن برحمة مطلقة. مبابي مورتيز مارك أندري تير شتيجين يمهد التصويب. مهدنا شتيجين حضرنا شتيجين في الفتح، شتيجين حاضر في الفتح باش يروحوا بكاس تشامبيونز ليج. بالطبع جاتني معلومات الان انه البارسا تعطون حتى الان المنشطات حتى يرجعوا في المباراة، سجلوا على الريال 5 أهداف لما شافوا باريس سان جيرمان، وعيتم الحكم بالطبع كالعادة. وهذا الهدف الخامس كما قلت لكم، سيسجل الهدف الخامس، ولكن قلت على انه فريق، ولكن سجل على 2-0 الان، ولكن 5-1 بآلي رتور. والله يا حرام عليكم بارسا، انت على الاقل في البرنابيو سجلت 8 جوال، احترموكم الريال، اعطوكم
سجل ولا تويك سجلت ولا مشيتو بكونت اصلا سجل عليكم الخامس تسيب الرقم الأربعة هي تويك الخامس تيموكي جارديان تاعك شتيق عارف حتى ستة أهداف في المباراة جود بيلينغهام مع التنجيزة الأسطورية الحارس ماركو أندري تير شتيجن أتاس أوجل ترجع الكرة للبارسا ترجع الكرة الآن لامين يامال وصلت الدقيقة 90 ومازال مخبي حاجة للمباراة الآن التصويب مبابي المنفوخ أسوأ لاعب بالطبع في الريال ما عمل شيء في المباراة مسجل كان هدف السابع ذهاب وإياب والرابع في المباراة في مونجويك ومع نهاية الفيديو هنا ثنائي مبابي خصمنا شكون خصمنا في التيمي فينال معرفش شكون زيت نتأكدوا منه الولاد ما لازمكم تعرفوا في فيديو من الحلقة اليوم.